هذا اول شيء. ثاني دخول التلفون المدرسه ممنوع. يا الله رضاك رضا علينا وعلى والدنا. أين واجبك يا عبد الجبار؟ ما بيعجبني شدي واجبات. كيف ما بيعجبك؟ عبد الجبار الله يرضى عليك، شوف كيف الطلبة كلهم ملتزمين هنا، يوميا يجيبوا الواجبات إلا أنت فوضوي ليش؟ هكذا ما جاء، بشروا جمالة أنا اللي في المدرسة الثانية، وأنتوا كل يوم واجب، شروا جمالة أنا اللي في المدرسة الثانية ما بديش واجبات، براحتهم بيكبروا. ايش دخلنا بالمدرسة الثانية يا عبد الجبار؟ تعبت أنا معاك، وتعبت اللي داير معاك، وتعبت أبوك معاك، أبوك تحضر المدرسة أكثر من 10 مرات ما فيش فايدة، وعمل تعهدات. أمانة؟ أنا تعبت معك خلاص. خلاص خلي اللي داير يتفاهم معك يلا. قاعد بين المدارس. يا سلام اختي، الطالب هذا لا يمكن ان اقبل في حصتي اطلاقا، ما فيش عندي سلوك، اضافه الى ذلك انه طول الحصه بيلعب لي بالتلفون. اتمنى ان انت تتصرفي مع الرجال. هذا خامس استاذ بيشتكي منك، وانا استدعيت ولي امرك اكثر من مره. يا ما تجيش تتعلم، ما تجيش تدرس. انا اخلص حصتي. انا بدرس انا بفلوسي. انا كنت منطق مع هؤلاء الجهات. خذي هذا الولد مكتبي حالا واتصلي بولي امره الان يحضر لي. يلا يلا. إنا بالله عليك، ما هي هذه المشكلة الكبيرة الذي خلتكم تستدعوني الآن؟ أنا فاضي لكم، أنا عندي مشاريعي، ما أناش فاضي لكم، ما هو الذي تشتوني؟ ابنك مش حقت عليه، أنت بتدلعه زيادة، ما بيكتبش واجباته، مشاغب، بيعمل إزعاج، كل المدرسين والمدرسات بيشتكوا منه. طيب، أنا ليش بيندي فلوس؟ إلا من أجل تعلموا وتربوا. وأنا مستعدة أرجع لك فلوسك، لكن مش مستعدة إني أخلي طالب ما يشيش يتعلم ولا يخلي زملائه يتعلموا، وعشان كذا أنا قررت إني أفصله من المدرسة. بس هيا طيب، أنا مستعد أدخله أحسن مدرسة، وبعد ساعة وهو داخل الفصل بفلوسي. بفلوسي. قوم يا ابني، هيمكنوني الرسائل. يا أستاذ الله يبارك في أيامك، إحنا ما بنقبلش أي طالب، إحنا لنا شروط مسبقة عشان نقبل الطالب، لازم يظهر على الطالب علامات الذكاء والنبوغ المبكر، لأن مدرستنا إلى هذا الغرض. إحنا مجهزين هذا المدرسة علشان يجلس الطالب براحته. هو هذا المطلوب، وما اديت إلا من أجل تدرسوه وتربوه. وأهم حاجة عندي، ما اشتيكمش تشغلوني برسائل. تعال طلع ابنك، تعال نزل ابنك. ابنك ما كتبش الواجبات، ابنك ما طلعش الواجبات، لأن ما أناش فاضي. أنا عندي مشاريع، ما أناش فاضي لهذه التريهات. أنا عندي مشاريع كبار. مفهوم. ما من هذا الناحية يا أستاذ اطمئن تماما. ابنك حيكون عندنا مثل ما يكون الطالب في بيته. كيف يكون الطالب في بيته؟ على فكرة، إذا عاد معك طالب ثاني تعال سجله عندنا، مش مشكلة، نراعيك ونعمل لك تخفيض. أنا لا عندي 2 ولا عندي 3، عندي هذا في الدنيا. تشتي تعتبره 2 اعتبره. لا إله إلا الله، ما شاء الله، ما شاء الله. تعال جي كيف سرقت؟ جي يا مرحبا جي ما شاء الله ما شاء الله. جلس بقعتي. يا سلام، مدير يا أستاذ الله يبارك في أيامك. تفضل. إحنا هنا بنجمع بين راحة الطالب وراحة ولي الأمر. الطالب عندنا جالس في المدرسة على كيفه، وولي الأمر في البيت مرتاح مش داري ما عنده. يا سلام، وأهم حاجة عندي إن لا أحد يزعله أو يألمه، لأن ابني حساس. يا أستاذ، ما بش عندنا في المدرسة طالب يزعل، ما باله بابنه. يلا إن شاء الله على بركة الله. يلا مع السلامة.
وإن شاء الله إن من الأوائل. لا ما هذا موضوع خلاص انتهينا منه، ناجح ومن الأوائل. يلا مع السلامة. مع السلامة، شرفت. ها سيدي. لي منعه أو بحد زعله. خلاص اعتبرها مسؤوليتي. يلا. وكنت طمن علي إذا حبيت. أهلا وسهلا بك. قال لك اثنين. يا جني! يا جني! ايوه أم بتصير تاخذ الأستاذ هذا طلع عند الأبلة سنة تمام، وتبعد الزي اللي فوق وتدي الزي من حقنا، وأنا شكمل المعاملات الإدارية. يلا يلا تفضل يا أستاذ. شيله لك على خليه يتمشى. شيله هذا مسؤوليتك المباشرة. شوف أهلا وسهلا بك. قل لي ليش نقلتنا المدرسة الأولى؟ لك انت حصلنا واجبات تحشي. أيوة ثقيل دم. ثقيل دم. شوف عندنا هنا تكون على راحتك وعلى ما تشتي، على مزاجك، وضحت غثاك ولا زعلك كلا عندي تمام. على ضمانتك. على ضمانتي. تفضل اشبعها انت بالشغل. حتى هذا خبيها لك لما تروح. يلا تفضل تحرك. هو قال لك اثنين هذا شغل. ها انت لك هو. ذهب أحمد إلى المدرسة. ذهب فعل ايش؟ فعل الله. فعل ايش؟ فعل الله. يا جماعة قلت لكم فعل ماضي. ذهب فعل ماضي. أحمد اسم أحمد فاعل. إلى إلى حرف جر. لو سمحتوا قفلوا التلفونات عشان الحصة ما تفوتكمش على الدرس. لو سمحتوا قفلوا التلفونات. من؟ صباح الخير يا احلى استاذ. أهلا. جبنا لك حاضر الطالب الجديد. أبا وضعت نص الفصل الآن. يلا مع السلامة. ايش اسمك يا بطل؟ اسمي عبد الجبار. اهلا تفضل. ها الشنطة حقك بني. ها ايش اسمك؟ ما أبا يا أستاذ لحظة لا تغري لنا الطبيعة. خلينا على محلك. أنا نتعرف على الزملاء ونثبت احنا ونسولف. بعدين نتفاهم احنا ايش بعدين. ايش اسمك؟ اسمي عبد الجبار. وانت ايش اسمك؟ اسمي سامي. جيجي اوثقك يا عبد الجبار. خلصت يا عبد الجبار؟ لحظة يا أستاذ شوفي لا تشغليني. أنا خليني على راحتي. أنت كان خذ راحتنا. أنا ما قلت أنا لا أخذ راحتي والحظ راحتي. لا تشغليني. أنت على بعض السؤال. أنت فاهم إحنا إيش بعد؟ سلام. السلام عليكم. في مدرسة خاصة هنا؟ ايوه خاصة هنا وبعدين ارجع يسار. طوال. ايوه. انتبهوا للدرس. يلا من حيحل المسألة؟ من؟ أنت. بدل ما أنت جالس تصور قم حل المسألة. ناهي بهدوء. اتفضل. مساك إذا واحد سأل يقول أنا بنحل المسألة ولا أقول لك إيش أجاوب منهم. انتبهوا لزميلكم. يلا حل. ما حل. حل المسألة. ولا مسألة. ايش هذا؟ من فعل هكذا؟ أنت تعال. منو فعل هكذا؟ لا تقززي فوقي. أنا مسكينة رحم الله. لا تقززي. شوفي أنا ما أسحق القزازة. أنا رحم الله لا تشغليني. شري من عليكي والطلم طالع. أيام طالع حرام عليك جننتني. أيام جننتش لا تننتش ولا تننتني. أيوة شرب شرب.